وش تسوي؟ بغرس بصل. وش تشوف؟ بصنع حربة. حربة؟ وش تبغى فيها؟ يا اخي انت تسأل اسئلة غريبة يا اخي، وش ابغى فيها يعني؟ اكيد اني بتعلم الصيد. طيب وش فيك نافش ريشك؟ اهدى انتهى قبل ما خزها في راسك. ولويش تبغى تتعلم الصيد؟ لازم تتعلم مهارات تساعدك على العيش بكرامة. تعلم الصيد علشان تصطاد وتاكل انت وعائلتك من صيد يدك. الله الله، نفسي اصفق لك بس ما ودي اتعب اصابعي. يا ابن الحلال انت وين عايش؟ في العصر الحجري؟ ليش تتعلم الصيد وانت قادر تشتري الاكل بكل سهولة؟ اوه افحمتني والله، ما ادري كيف ارد عليك. يا الهي. تصدق انك غبي. ومن وين لي الفلوس اللي بشتري فيها؟ من وين لك فلوس؟ طيب روح اتعلم مهارات تجيب لك فلوس بدل ما تتعلم الصيد اللي الناس بطلته قبل 2000 سنة. صدق ما فكرت فيها والله. اطلع برا اطلع برا. اهدى الله يستر عليك. برا برا الله يقلع ابليسك. اللي بغيت اوصله لك يا عزيزي من هذه القصة هو انه لطالما كان الانسان بحاجة الى مهارات تساعده على النجاح في هذه الحياة الصعبة. في العصور الاولى كان الواحد علشان يقدر يعيش هو وعائلته لازم يتعلم مهارات شاقة مثل الصيد والقتال والبناء واشعال النيران. شكلك قلت اشعال النيران بسيطة. لا يا عزيزي المتابع، لا ما توقعتها منك يا صديقي. إشعال النيران كان أمر في غاية الصعوبة وما يقدر عليه إلا ناس خبراء ومحترفين. تجيب قش خاص وتحطه بطريقة معينة، وتجيب أحجار معينة وتضربها بطريقة ودقيقة. المهم شغلة طويلة. يا عبد الله خلص الله يرضى عليك، رجعتنا مليون سنة وراء. الزبدة وش تبغى تقول؟ شوفوا من يتكلم قبل شوية يتعلم الصيد والآن يقول رجعتنا مليون سنة وراء. طيب يا صاحبي، أنا اليوم بكلمك عن مهارات ضرورية لأي إنسان في أيامنا هذه. أول مهارة وأهم مهارة تحتاجها اليوم هي مهارة التعلم. نعم يا صديقي، التعلم هو مهارة، لازم تعرف كيف تتعلم. تعلم كيف تتعلم. وبالمناسبة في شيء اسمه علم التعلم، فيه كتب مؤلفة ومحاضرات ودورات للناس متخصصين يعلموك كيف تتعلم، من أين تبدأ وكيف تستمر وكيف تفلتر تعليمك وتختار المفيد. ثاني مهارة لازم تتعلمها في أيامنا هذه وهي مهارة جدا مهمة، ألا وهي مهارة صناعة المحتوى. صناعة المحتوى مهارة مهمة جدا بشكل ما تتصور، علشان تسوق لنفسك ولأفكارك ومهاراتك من خلالها، وأيضا من خلالها تتواصل مع الناس المهتمين بنفس عملك. صدقني أيا كان عملك لازم تتعلم مهارات صناعة المحتوى. ثالث مهارة تحتاجها يا عزيزي، وصدقني هذا من أهم المهارات وأخطرها في هذا الوقت، وهي مهارة التسويق. لا يا عبد الله، لا كذا زودتها والله زودتها. يعني قلت مهارة التعليم يحتاجها الجميع، قلنا صح. قلت مهارة صناعة المحتوى، قلنا يلا معليش. لكن تقول لي مهارة التسويق يحتاجها الجميع، هذا صعب ابلعها. يعني حد قال لك ان الناس كلهم يشتغلوا بياعين ولا كيف؟ ممكن تقول تبن. كسرت السرير يا اخي، كل ما اقول كلمتين تنط عليه. نعم يا صديقي، انت تمارس البيع كل يوم. وش تبيع؟ انا بقول لك وش تبيع. يوم تروح تشتغل في وظيفتك او في مهنتك، انت هنا تبيع مهاراتك وخبراتك وتاخذ بدلها فلوس. وعلشان تقدر تبيع مهاراتك صح وتاخذ الفلوس اللي تستحقها لازم تتعلم التسويق ومهارات التسويق علشان تسوق لنفسك ولخبراتك ومهاراتك. المهارة الرابعة التي تحتاجها اليوم لكي تنجح في حياتك هي فن الخطابة، القدرة على الإلقاء والقدرة على التعبير الجيد والواضح. اي انسان يبغى ينجح لازم يعرف كيف يعبر وكيف يلقي كلامه بشكل جيد. بدون هذه المهارة لن يستمع أحد إلى كلامك. لذلك تعلم فن الخطابة عن طريق القراءة والممارسة المستمرة. المهارة الخامسة التي تحتاجها اليوم ولطالما احتاجها الإنسان لكي يستطيع أن يأخذ حقوقه كامل، ألا وهي مهارة التفاوض. أنت أصلا كل يوم تمارس التفاوض تقريبا، تتفاوض أنت وزباينك وتتفاوض أنت ومديرك وتتفاوض أنت والبياعين وأنت ماشي. لازم تتعلم مهارة التفاوض علشان تعرف تاخذ حقوقك. تعلم المفاوضة. لاحظ يا صديقي أن كل المهارات مترابطة مع بعضها، ولهذا فإن الفيديو القادم سيكون عن كيف تتعلم أي مهارة بسرعة وكفاءة. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وانتظر نزول الفيديو. أنا ليش أقول لك اشترك؟ أنت مشترك أصلا صح؟ مشترك صح؟ مشترك. الله يستر عليك. اللي بيسمعك بيقول ما أدري كم عندك مشاهدة وأنت أكثر فيديو في قناتك عليه 150 مشاهدة. معك حق يا عجيل، بس ال 150 مشاهدة ليست مجرد رقم بالنسبة لي، هي بالنسبة لي 150 عقل و150 قلب وروح جالسين قدام الشاشة يشاهدوني، وهذا شيء عظيم يا عجيل صدقني. أثرت فيني، الله يقلع ابليسك. ادعموه بالله ادعموه. ما هم مقصرين يا رجال، ما هم مقصرين. شوف هذا يشاهدني وهو مفعل جرس التنبيهات ومشترك في القناة. أمانة كيف خليني أشوف؟ تعال شوف، تعال. نعم مشترك وسوالك إعجاب برضه. كفو والله.
وش رايك اني اقدم بدله؟ انقلع الله يقلع ابليسك. انقلع. طيب خلاص خلاص. صدق نفسه. وش تبغي؟ وش تبغى هذا يا جماعه الخير؟ دائما تطلع كذا في وسط التسجيل وتخرب علي كل شيء. مياو.